قصيدة هجاء بعنوان اعتذار من الخنزير. لن ألقي الملامة بعد اليوم، بل سأقدم إليك اعتذاري بأني نسبت خطأ زعماء العرب إليك، فهل تقبل اعتذاري؟ لا أملك إلا الكلمة سلاحا أقاتل به، ومشاعرك محط أنظاري. قصيدة أكتب وأبدأ بأخرى وأنت فيها بطل انتحاري، بأنك قبلت أن تكون رئيسا عربيا نزولا عند رغبتي وإصراري، وأنك أصبحت زعيما وطنيا بطلا للأمة خطابه ناري. سيفرق جمعهم ويولوا خاسئين، وتبقى أنت بقذارتك رمز حضاري. لا ضمير لديهم يؤنب ويردع، وضميرك حي باق، ولكن حذاري أن تفتن بمنصب أو تنال حظوة عندهم فيقل شأنك بعين اعتباري. أقارن قذارتك بأمانتهم، وخستك برفعتهم، وما على منك جل افتخاري. لن أسامح أحدا منهم بعد اليوم، وهزيمتهم في انقلاب كبير انتصاري. وأريد أن أسقط النظام وأنصبك قائدا إلى الأبد في حديقة سفاري.